يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لتحديد البلد أو البلدان المستضيفة لنهائيات كأس إفريقيا 2028 خلال اجتماع المكتب التنفيذي المقرر بالعاصمة الرباط خلال الساعات القادمة قبل نهائي كأس إفريقيا المغرب 2025 بين المغرب والسنغال. رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي الذين تابعا أكثر من مباراة في الدور الحالي لكأس الإفريقية بالمغرب عبرتا عن إعجابهما بالتنظيم الرائع والمستوى الفني والتقني الكبير للمنتخبات المشاركة بفضل جودة الملاعب والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة المنتخبات المشاركة والطواقم التحكيمية بكافة المدن الستة المستضيفة. النسخة الحالية من الكان سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة حتى قبل نهايتها من حيث الحضور الجماهيري وعدد الأهداف المسجلة وعدد الملاعب المعتمدة للبطولة وكذا ظروف الراحة التي تم توفيرها لكافة المشاركين والجماهير والشركاء والزوار. اختيار البلد المضيف لنسخة 2028 تحول إلى كابوس حقيقي داخل الكاف بعدما تبين استحالة العثور على منظم يضاهي المغرب في كل شيء، حيث يتخوف الجميع من تقديم نسخة تنظيمية أقل من التنظيم المغربي الذي جلب عيون العالم وفاجأ الجميع بروعة الملاعب واللوجستيك العالمي من نقل ومطارات ومحطات قطار وفنادق ومدن نظيفة وأمن وطمأنينة.